اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا اغلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. بعتذر طبعا عن تأخير تنزيل الفيديوهات، بس يعني حاسة ان القناة مش جايبة همها. القناة مش جايبة همها بجد، فان انا بتعب نفسي على الفاضي. بس والله الفترة ديت حاساها كده ان هي هواية. يعني الاول تقدروا تقولوا كنت انا واخداها مصدر رزق ليا، بس زي ما قلت في بداية الفيديو مش جايبة همها. فيعني هنزل فيديوهات كده بقى، والرزق على الله اما نشوف الدنيا. المهم انا زي ما انتوا شايفين كده هعمل كوكتيل فواكه، حاجة سريعة يعني. الاولاد طلبوا مني حاجة حلوة، فبصراحة ملقتش غير كده يعني ان انا اعمله لهم. طبعا انا معايا تفاح، معايا فراولة، معايا موز، معايا جوافة متقطعة، ده كريم شانتيه انا ضربته بالمضرب كده زي ما احنا شايفين. معايا مانجا، دايما ببقى عامله حسابي في المانجا ان انا ما اجي افرزها بعملها مربعات مثلا، بحيث ان انا لو استخدمتها في تورت او حاجه بعملها شرايح كده برضو. عفوا يعني بشكلها كده. المهم زي ما احنا شايفين طبعا خدت عشوائي كده حته كريم شانتيه عادي، بدات ان انا انزل بمكعبات مانجا. شوفوا ما شاء الله، رغم ان هي متفرزه اديها فتره لكن تحسوا ان هي طازة لسه معمولة. طبعا خدت فراولة كده برضو، قطعة من الفراولة. طبعا يعني الكوكتيل ده يعني اي فواكه متوفرة عندك، ما احناش لازم يعني نكتر فواكه او حاجة. هي بس حاجة بسيطة وسهلة للاولاد وكده وسريعة في نفس الوقت، هيحبوها برضو. اللهم صل على سيدنا محمد. ده برتقان انا مقطعاه كده شرايح برضو. هي الفكرة كلها ان انا باخد من كل نوع فاكهة شوية، وببدأ ان انا ايه ارصه في البولة او الطبق او ايا كان اللي هتقدمي فيه. بألف هنا يا رب. بصراحة كان طعمه روعة جدا، واحلى حاجة كمان ان انتي ما بتزوديه عصير. انا اصلا بعد ما اخلص الكمية كلها كنت عاملة عصير برتقان. تمام. وبعد كده ايه بدأت ان انا اصب في البولات بتاعتي ديت. بجد يا جماعة حاجة روعة. انا عايزه اقولك بقى، لو انت مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتنوريني وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. ولو انتم من متابعيني طبعا ما تنسوش اللايك يا جماعه، عشان بيفرق والله بجد. يعني بيخلي الفيديو يظهر لاكتر من حد، ان هو يتشاف وكده. طبعا ده عصير زي ما انا قلت لكم، عصير برتقال. طبعا مش بحط فيه سكر، يعني هي ايه ممكن معلقتين اتنين بالكتير قوي، لان طبعا الفواكه طبيعيه. وده كان شكل الطبق بعد ما خلصناه. كوكتيل بصراحه يعني.